شراء أراضٍ شاسعة شمال العراق لم يكن عشوائيا، ففي السليمانية كان ثمة مقر رئيس لبنك أنشئ خصيصا لتنظيم شراء أراضٍ زراعية ونفطية وأخرى سكنية في نطاق مدينتي الموصل وكركوك الغنيتين بالنفط. هو بنك القرض الكردي الذي كان رأس المال اليهودي شريانه الأول. كانت الأراضي تشرى في مناطق يدعي اليهود أنها كانت لهم يوما، وحين خرجت القوات الأمريكية من العراق كانت مطمئنة إلى أن عمل البنك يسير بسلام. بلغ عدد الشركات العسكرية الإسرائيلية في العراق نحو 100 شركة. وردت المعلومة في صحيفة معاريف الإسرائيلية. من تلك الشركات شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية رافائيل التي شاركت في تحصين مدرعات برادلي التي استخدمها الجيش الأمريكي في العراق. تتفادى تلك الشركات الحديث عن وجودها في البلاد، تعيد تغليف منتجاتها المخصصة للسوق العراقية حتى لا يكتشف المستهلك مصدر إنتاج تلك السلع. تشرف على تشغيل مصاف النفط العراقي شركة بزان يترأسها اليهودي يشار بن مردخاي. وقعت الشركة على عقد تشتري بمقتضاه نفطا ينقل إلى إسرائيل من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر تركيا والأردن. بنيامين بن أليعازر وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق وشغل أيضا منصب وزير البنية التحتية، يهودي عراقي من مواليد محافظة البصرة، يشرف مباشرة على إدارة سلسلة شركات لنقل الوفود الدينية اليهودية بعد جمعها من إسرائيل وأفريقيا وأوروبا، ثم السفر بها على متن خطوط جوية عربية لنقلها إلى المواقع الدينية اليهودية في العراق. كان اليهود يصلون كحجاج ثم يتصرفون بالأراضي العراقية التي اشتريت كملكية يهودية خالصة. وبمساعدة مسؤولين أكراد مشت إسرائيل في طريق السيطرة الدينية على ضريح نوح في الموصل وضريح ناحوم في سهل نينوى. خرجت القوات الأمريكية من العراق وكل ذلك كان يسير على ما يرام. كل دول المنطقة التي تمر في ظروف مماثلة للتي مر بها العراق تبين لاحقا أن ثمة طرفا في النزاع المحتدم في البلد يتلقى دعما من جهة خارجية، وعادة ما تكون تلك الجهة هي إسرائيل الحريصة على دعم الأقليات في كل مكان مع إشباعها بقناعة أنها منبوذة مقهورة. حصل ذلك في السودان إلى أن انقسم نصفين، وبعيد التقسيم رفع العلم الإسرائيلي في ابتهاجات الانفصال. فأين تكرر ذلك لاحقا؟ لم يفارق المستشارون العسكريون الإسرائيليون معسكر الملا مصطفى البرزاني قائد الثورة الكردية، لم يفارقوه خلال سنوات طويلة. كانت تستبدل طواقم المستشارين كل 3 أشهر، غير أن ضابطا في الموساد الإسرائيلي كان يترأس الفريق بصورة دائمة إلى جانب آخر من الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى مستشار فني. كانوا يقدمون المساعدة في تعلم أساليب الحرب الحديثة. عام 65 زودت إسرائيل الأكراد بالسلاح خلال حربهم مع الحكومة العراقية في ذلك الوقت. بازوكا وألغام ومتفجرات زينتها 9 أطنان، حيث هبطت الطائرة التي تحملها في طهران أيام حكم الشاه في تلك الفترة. مناحيم بيغن وفي نهاية السبعينيات تحدث بأن إسرائيل قدمت لأكراد العراق السلاح والمال والتدريب. صحيفة الجارديان عام 2003 ذكرت أن إسرائيل تدرب فرقا عسكرية أمريكية على تقنيات الاغتيال في العراق، وجاء أن مدربين إسرائيليين قاموا على تدريب قوات خاصة أمريكية على حرب المدن
في فورت براغ، مركز القوات الخاصة الأمريكية في ولاية كارولاينا الشمالية. بعد أن تسلم مسعود البرزاني حكم الإقليم، دربت إسرائيل نحو 130 ألف مقاتل كردي. محمود عثمان مستشار مسعود البرزاني قال يوما: كان الإسرائيليون يطلبون منا المعلومات عن الجيش العراقي، وفي الوقت نفسه يزودوننا بمعلومات عن تحركاته. وحتى المستشفى الميداني الذي أقامه الإسرائيليون شمال العراق كان من أهدافه جمع الأسرار والمعلومات. تقرير حكومي رفع إلى الرئيس جورج بوش الابن في أغسطس آب عام 2008 أفاد بأن الموساد الإسرائيلي قد تمكن حتى ذلك التاريخ من قتل 350 عالما نوويا عراقيا وأكثر من 300 أستاذ جامعي في كافة الاختصاصات العلمية.